السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي البنانيت الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا ريت كله يجي يتفرج على الفيديو دوت، فيديو مهم جدا. انا عن نفسي كنت اتكلمت فيه مع بناتي وبنات اختي وكذا واحدة من صاحباتهم، حاجات مهمة جدا لازم تعرفيها، والمفروض الكلام دوت انتي تكوني عارفاه، بس انا احب اكد عليه حاجات لازم كل البنات اللي في سن المراهقة يبقوا عارفينه. انا بنتي من اقل سن المراهقة بس سمعتها كل الكلام دوت وهي تقريبا عارفاه، فلازم كل بناتنا الحلوين يكونوا عارفين الكلام دوت. اول حاجة النظافة الشخصية. النظافة الشخصية هقول لكم بقى معذرة في اللي انا هقوله. اولا الاندر لازم اغير الاندر يوميا، لازم. وكمان ممكن تغير البنس يومين، مرتين سوري. ولازم كل يوم، مثلا طبعا احنا عارفين ان احنا كلنا في الصيف بناخد شاور مره واتنين وممكن اكتر، واحنا نازلين واحنا صاحيين واحنا رايحين واحنا جايين، تمام. لكن طبعا في الشتاء مش بناخده كل يوم. فاليوم اللي انت مش هتاخدي فيه الشاور لازم تغسلي بميه وصابون كده على ايدك، وتقومي حطاهم عند الاندر ارم ومنطقه البكين. لازم كل يوم دول يتغسلوا بالميه والصابون، مش اكتر من كده. انت لسه صغيره وما ترهقيش بشرتك باي حاجه تانية. طيب تاني حاجه ازاله الشعر. انت هتشيلي الشعر اللي هو بيبقى فوق شفايفك، ماشي. طيب احنا ما ينفعش نسمع الناس اللي هو يقولك عيب ده قله ادب، ازاي هي صغيره وتعمل كده. لا، دي نظافه، دي ملهاش علاقه بالادب ولا بالاحترام خالص. خلاص. وبين كمان الابط وفي المناطق الحساسه، بس بانهي وسيله دي انا مش هقدر اقولك عليها، دي حسب بشرتك، وانت دي ترجعي فيها لماما. لازم مامتك هي اللي تقولك ايه انسب حاجه ليكي، ولازم تحكي معاها في الوسيله اللي انت تستخدميها، تمام. تالت حاجه احنا بلاش كمان يا جماعه نلعب في بشرتنا خالص 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 الفتره دي. يعني ما ينفعش بقى نستخدمه مقشرات وحاجات من بره ترهق بشرتنا زياده عن اللزوم. احنا لسه صغيرين وبشرتنا جميله، تمام. احنا ممكن نستخدم مقشر طبيعي نستخدموه مثلا مره في الاسبوع، طبعا كفايه جدا جدا علينا، وتكون حاجه طبيعيه حلوه. يعني مثلا زبادي وعسل نحل، ميه موارد على نشا، حلوه قوي. بس بتهيالي دي تبقى حاجات كده بسيطه موجوده عندنا في البيت. والصبح كمان يا ريت بقى لو تجيبي حته تلجه كده وتقومي مشياها كده، عامله بيها كده مساج على وشك. ومن الحاجات برضو اللي احنا اللي هتخلينا بشرتنا جميله واحنا مهتمين بيها من غير ما نرهقوها، استخدمي طبعا كريم الشمس عادي، مفيش مشكله خالص، استخدميه. وعلى فكره في كريمات شمس اصلا مخصصه كمان للاطفال وللسن الصغير، ممكن تستخدميها. وكمان مزيل عرق، تستخدمي مزيل عرق عشان ريحتك دايما كده تبقى جميله وحلوه. طيب، واهم بقى حاجه الخطوه اللي بعد كده. الخطوه بقى اللي بعد كده اللي هو مستقبلك اصلا في الفتره دي، مستقبلك متحتم عليكي في الفتره ديت. ازاي؟ يعني انت لازم تخططي لمستقبلك ازاي. خلي بالك الفتره دي قلنا اللي بيتوقف عليها بناء مستقبلك كله، تمام. طبعا انت ما وركيش حاجه في الفتره ديت الا اهم حاجه هي دراستك. خلي بالك، انتبهي. لازم تحددي هدفك وتشوفي انت نفسك تطلعي ايه، انت عايزه ايه. تاني حاجة انت لازم تهتمي بوقتك. تهتمي بوقتك ازاي؟ اللي هو تنظمي وقتك، تعملي جدول للمذاكرة، تعملي جدول الدروس بتاعتك، تعملي جدول للمراجعة. لما تيجي تذاكري الجديد ولازم تاخدي جزء من القديم. ما ينفعش طول السنة تذاكري في الجديد وتسيبي القديم، هتيجي في الاخر خالص هتلاقي نفسك ما انتش عارفة تلمي حاجة، وحاجات كتير واقعة منك وحاجات كتير انت ناسيها، تمام. وتحددي طبعا ما تنسيش في كل دوت الصلاه انت لو التزمتي بيها في الوقت دوت الله عليكي هتكبري وانت متعوده ان ديت حاجه اساسيه في حياتك، مش هينفع تستغني عنها، تمام. اول الاذان كده ما يأذن تقومي كده تاخدي بريك، تقومي تتوضي وتصلي. خلاص. طيب، وايه تاني بقى؟ احنا قلنا وتنظمي وقتك وتنظمي بقى من ضمن الوقت دوت هتخصصي كده وقت صغير لنظافتك الشخصيه اللي احنا قلناها قبل كده. خلاص. ودي دايما اعتبرها فتره البريك. رهب بتعمل هناك مش عارفه، ما علينا. طيب، وخلي بالك يا بنات، خلي بالكم من الموبايل ده
فظيع، ده ممكن يسرق وقتك كله وتحسي ان اليوم بقى بيجري ورا التاني التالت الرابع وما انتش لاحقه تخلصي اللي وراكي واهدرتي وقت كتير وتقعدي تعيطي والمنهج كتير. لا، خلي بالك من استخدامك للموبايل. اللي بعد كده اللي هو هقولك طريقه كلامك. طريقه كلامك خلي بالك من طريقه كلامك، وبالذات طبعا وانتي بره البيت. انتي جوه البيت براحتك، بس خلي بالك وانتي بره البيت علشان الصوت والضحكه العاليه دي ما تنفعش، دي بتلفت النظر لينا في الشارع، ومش هيقولوا البنت الحلوه دي ولا البنت الجامده دي، لا بالعكس بتبقى النظره ليكي نظره مش حلوه. تمام، نخلي بالنا. وعلى فكره لو انت اتعودتي على ان ضحكتك وصوتك يبقى واطي، تبقي بنت رقيقه، انت هتلاقي نفسك طبيعتك هتتغير وهتبقي في البيت هتبقي كده. تمام. بلاش نعمل حاجات تلفت النظر في الشارع بالله عليكم. وكمان بلاش اللبس الضيق قوي او اللبس الشفاف. يعني مثلا البنات اللي بتلبس سكيرت طبعا لازم تبقى لابسه استرتش تحتيها عشان ناخد بالنا واحنا طالعين المواصلات، رجلك بتبقى باينه عشان ما حدش من وراك يبقى مركز معاكي ويشوف رجلك. خلاص. وطيب حاجه مهمه بقى تانية، طب لو اي حد بقى عاكسني في الشارع اعمل ايه؟ اتجاهل الموضوع ولا كاني سمعت حاجه ولا كان الكلام دوت اصلا موجه ليا، لان مش كل حد هيجي يعاكس ولا هيقول كلمه هتضير واقعد اقل ادبي وانزل مستوايا للمستوى. لا، دي ناس زباله، ناس سافله، ما ينفعش تحطي مستواكي بمستواهم، ما ينفعش. انت تكبري دماغك وتمشي في طريقك ومالكيش دعوه بحد. وصدقيني انت لو ماشيه ملتزمه زي ما قلت في ضحكتك، في صوتك، في كلامك مع اصحابك، في طريقه مشيتك، في لبسك المحتشم، عمر في حياتك ما حد هيأذيكي. طب لو حصل وكمان مش مجرد معاكسه بس بكلام، لا حد تطول، لا تطول بقى ستوب هنا، لا تقفي بقى وانتي تاخدي حقك تالت ومتلت يعني. تمام، اللي هو تزعقي وتعملي مشكله كبيره، لازم حقك في ساعتها يتاخد. خلاص. وحاجه كمان، بصوا يا بنتي حلوين، لازم تعملي حدود لنفسك. هتتعودي على كده هتكبري وانتي مرتاحه وليكي وقارك كده وليكي هيبتك وليكي مكانتك، والناس كلها بتحترمك وبتحبك وبتتعامل معاكي بطريقه محدش هيعتدي عليكي ولا قولا ولا سواء بالالفاظ او بالايد او لا لا لا. اعملي لنفسك حدود. يعني ما ينفعش مثلا تهزري مع حد بالايد، ما ينفعش تتكلمي بصوت عالي زي ما قلنا، تتكلمي بطريقه مش حلوه وقت عصبيتك تقولي كلام مش حلو. لا لا، انتبهي لكل الحاجات ديت. تمام. وخلي بالك بلاش اي كلمه حلوه توديكي وتجيبك، لا لازم تبقي عارفه وواثقه من نفسك الكلام دوت مش هيجي معايا سكه ومش مش هيأثر فيا يعني. خلاص. طيب في حاجه مهمه بقى، سادس حاجه، اختيارك للاصحاب. خلي بالك اختيارك لاصحابك ممكن يطلعك سابع سما وممكن ينزل بيكي سابع ارض. ازاي؟ انا ما ينفعش اروح للصحاب اللي هم مش كويسين، اصحاب السوء. لو انا كويسه حياتي هتتقلب 160 درجه وانا هبقى زيهم، وهروح في طريق تاني وحش ومش هنتبه لمستقبلنا اللي قلنا عليه، وهتبقى فيها صفات كتير سيئه سيئه سيئه. خلاص. انما انا لازم ادور على البنات اللي هم يشدوني للصلح، للصح والصلاح. تمام. لازم كده ابقى متصالحه مع نفسي واعرف اختار الاصحاب اللي تشدني للحاجه الكويسه، الاصحاب اللي هم اللي بيهم ان شاء الله اطلع لقدام بطريقه كويسه، اللي هم ان شاء الله مستقبلي بيهم هيبقى حاجه حلوه، اللي هم يتمنوا لك الخير، مش اللي هم اللي اوكي جبتي درجه كويسه يبقى الغل وكيلهم. تمام. طيب وخلي بالك انت كبرتي، ما ينفعش حد يلمس جسمك، ولا ابن خالتك بقى يجي يهزر معاكي ويبوسك، ولا ابن عمتك يجي يهزر معاكي بالايد ابدا. خلاص انت كبرتي، خلاص ما ينفعش. لازم زي ما قلنا تكوني عامله لنفسك حدود، ولازم تكوني تقيله كده وعاقله وراسيه. خلاص. يعني ما يجيش بقى صاحب بابا عندنا في البيت عم وانكل وتروحي وتسلمي وتبوسي، لا خلاص انت كبرتي ما ينفعش. السلام يكون بالايد، وما ينفعش تقابلي حد بلبس البيت، وبالذات لو كان مثلا التريننج اللي انت لابساه ضيق قوي او في حاجه عريانه، ما ينفعش. خلاص احنا خلاص انت بقى لابسه الحجاب او خلاص احنا كبرنا في السن دوت، احنا ما ينفعش نقابل ناس كده. تمام. طيب وخلي بالك برضو حاجه اللي هي سابع حاجه، انتبهي بقى وانت في المواصلات. تمام، دي بقى اخطر حاجه.
بصي خليكي راجل بقى وكشري كده وشدي انيابك، اللي هو انا قاعده وانتي قاعده، ما تسمحيش لمخلوق ان بصي حاجه تلمس جسمك. تمام. لو حتى من غير قصد، ولا تقولي ده كبير، ده زي بابا، ده زي جده، لا لا لا، مفيش الكلام دوت خالص. اللي يقرب منك تاكليه، بعد اذنك لو سمحت انزح شويه كده وبوش كشر. تمام. هتلاقيه هو من نفسه كده قلق وبعد عنك، سواء هو قاصد او مش قاصد. خلاص. طيب وبصوا يا بنات، حاجه اخيره بقى، لو انت عندك مشكله، انت ما ينفعش تروحي تحكيها لصاحبتك وتقولي اصل دي اقرب صاحبه ليا. لا، صاحبتك ديت من نفس سنك، ما عندهاش الخبره الكافيه ان هي تديك النصيحه الكويسه، ان هي تقولك انت في الموقف دوت ازاي تتصرفي فيه بطريقه صح. لازم تروحي تخبري حد تاني، تقولي لحد تاني. مين الحد التاني دوت؟ مش هيبقى غير امك ثم امك. مش هينفع تحكي لحد، لانك مش هتلاقي حد في الدنيا ديت يحبك قد امك ابدا ابدا. يبقى انت لازم تحكي لها كل اللي جواكي، وهي هتقدم لك النصيحه الصح، اللي احسن مني ومن اي حد، واحسن من اصحابك اللي هم تفكيرهم محدود، تفكيرهم نفس تفكيركم، لسه صغيرين. تمام. طيب حاجه بقى اخيره عايزه اقولها لك، البلكونه خلي بالك، عشان الناس انا شفتها كتير في حد من عيلتنا ولفت النظر اليه. البلكونه كان مفكره ان البلكونه دي يعني كانه رايح الاوضه بتاعته او داخل التويليت او رايح المطبخ. لا، البلكونه دي تعتبر شارع. ايوه شارع. تمام. انتي محجبه، ينفع تنزلي الشارع بشعرك؟ لا. انتي ما بتلبسيش قصير ولا عريان، ينفع تنزلي الشارع كده؟ لا. يبقى بالظبط البلكونه دي تتعامل معامله الشارع. انا طالعه البلكونه، يا اما هلبس خمار كبير يداريني، يا اما هلبس اسدال. وخلي بالك لو البلكونه مفتوحه، طبعا كلنا بنفتح البلكونات والشبابيك الصبح نغير جو البيت والهواء بتاع البيت. خلي بالك وانت قاعده في اوضتك اتاكدي ان محدش يكون شايفك وانت فاتحه البلكونه. تمام. واتمنى ان النصايح دي تكون عجبتكم وافادتكم. وما تنسوش اللايك والشير، ويا ريت تشتركوا في القناه عشان تكبر بيكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.